السوبر المصري هو سوبر بين 4 أندية سوبر في الدوري المصري. الأهلي هو بطل الدوري، وبيراميدز هو بطل الكاس، وسيراميكا هو بطل الاتحاد، والزمالك هو صاحب البطاقة الذهبية. في الحلقة دي هنتكلم عن كل إحصائيات وكل الأرقام اللي تخص الفريقين، سواء بيراميدز والزمالك أو الأهلي وسيراميكا، وهنتكلم عن كل الإحصائيات اللي بتخص البطولة. وفي الحلقة اللي جاية بإذن الله هنتكلم عن كل نقاط القوة والضعف سواء في الفريق ده أو الفريق ده، وهنتكلم عن كل حاجة بتخص الفنيات. فخليك معايا، ما تنساش اللايك والفولو. يلا نبدأ. طبعا احنا عارفين ان بطولة السوبر بتضم 4 أندية، فاكيد في 4 مديرين فنيين، وهتكلم دلوقتي عن كل ارقام مدير فني لوحده. فهبدأ بكولر. وكولر لعب مع النادي الاهلي 126 مباراة، فاز في 89 مباراة وتعادل في 23 مباراة وخسر 14 مباراة. اما عن جوميز مدرب نادي الزمالك فخاض مع الزمالك 39 مباراة، قدر يفوز في 22 مباراة وتعادل في 8 وخسر في 9. اما عن يورتيش مدرب نادي بيراميدز فخاض مع بيراميدز 37 مباراة، فاز في 27 وتعادل في 7 وخسر في 3. واما عن ايمن رمادي مدرب نادي سيراميكا فلعب وخاض مع نادي سيراميكا 42 مباراه، فاز في 17 وتعادل في 11 وخسر في 14. اتكلمنا عن المواجهات المباشره بين الزمالك وبيراميدز، هنعرف ان الزمالك قابل بيراميدز 19 مباراه، خسر منهم 2 بس قدر يفوز 11 وتعادل في 6 مباريات. الزمالك سجل 41 هدف وبيراميدز سجل 24 هدف. ولو اتكلمنا عن المواجهات المباشره بين الاهلي وسيراميكا هنعرف ان الاهلي اكتسح سيراميكا حرفيا، لان الاهلي قدر يفوز على سيراميكا من ضمن 9 مباريات لعبهم 7 مباريات وتعادل في 2 بس. والاهلي قدر يسجل في مرمى سيراميكا 20 هدف، وسيراميكا سجل في مرمى الاهلي 4 اهداف. في رقم تاريخي لمانويل جوزيه لانه قدر يفوز ب4 سوبر مصري. هل كولر يقدر يفوز بالرابعه؟ لان كولر فاز ب3 وباقي له الرابعه. ده سؤال بساله لحضراتكم، تتوقعوا مين هيفوز في السوبر المصري؟ الحلقه الجايه هنتكلم عن فنيات والتاكتكس وكل حاجه بتخص المباريات. معكم محمود الجندي، بشكركم، مع السلامه.